لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أرضنا منجم خير، أرضنا مليانة كنوز، والأرض اللي كانت صحراء زرعناها وبقى فيها كنز من الكنوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج منتج مصري. كتير من الحلقات قلت لكم تابعوا حلقات برنامج منتج مصري على اليوتيوب، واكتبوا برنامج منتج مصري وشوفوا من سنين طويلة ايه هدف البرنامج. طبعا الناس انشغلت بحاجات كتير، وسبحان الله اللي تابع الحمد لله هو اللي ربنا من عليه وبقى صاحب حيازة أرض بلده. كلمة يحوز دي زمان كان في الأرياف لما واحد يبقى عنده أرض ويجي يناسب أو يخطب لابنه الناس كلها بترحب. ليه؟ لأن يملك أرض. في الأرياف كده. واللي ما عندوش كانوا بيقولوا عليه عريان. فالكلمة دي كانت بتضايقني قوي. في ناس عندها قدرات وعندها إمكانيات مادية وعندها عقول متفكرة. يعني هي الحيازة اللي بتعمل الإنسان قيمة. فسبحان الله اما بدأنا مشروعنا ده قلنا احنا ممكن ابسط واحد في بلدنا يبقى عنده حيازة ويملك حتة ارض ببلده. ايه المانع؟ وتكون مصدر دخل ليه. اما سعينا للموضوع ده ناس كانت جواها امراض الشك وامراض التخاذل والسلبية وحاجات كتير موروثات كانت عندنا من زمان ورثناها وعشنا عليها، وعشان كده اتأخرنا. وفي ناس جمدت قلبها واتحركت. الناس دول هتشوف نماذج منهم اللي هو مجلس الإدارة. الناس اللي بدأت في الأول واستلمت أرض وبقت صاحبة ملك في بلدها وبتنتج دلوقتي وبقت عايشة في أرض الفيوم، ودلوقتي هم اللي بيشرفوا على أرض إخواتهم. بقوا هم دلوقتي أصحاب الأرض وأصحاب الفكر، وبإمكانيات بسيطة خالص، فلوس لا تذكر، حاجات بسيطة. بقوا أصحاب أرض ملك وبحاري، وعلى الطريق بقى طريق دولي. طبعا ما كناش حاسبين الطريق الدولي ده، كل ده تدابير وكرم ربنا الكريم سبحانه وتعالى. بعد كده بقى اخواتهم حاطين ايديهم في ايديهم، هم اللي بيديروا لهم الارض. اخر مشروع المساحه اللي باقيه عندنا في الفيوم مساحه صغيره، فلقينا اللي متقدمين كتير والمساحه صغيره، فقلنا كل واحد هيسيب بياناته وهنخلي مجلس الاداره ونصرف الارض هم اللي يختاروا اخواتهم، لان دور على الجار قبل الدار. الناس اللي خدوا الارض دول ناس طيبين كلهم، ناس نحسبهم على خير، فاكيد عايزين جارهم اللي يجي جنبهم يبقى برضه حد ملتزم ومحترم. فالحمد لله كل اللي اتصلوا بينا ناس عدد كبير، هنختار منهم مجموعه هي اللي هتاخد مساحه الارض الاخرانيه. طب والباقيين هيعملوا ايه؟ قلنا هنوزع برضو حاجه اسمها سهم الايراد. يعني لو انا عندي مثلا الفدان 24 ايراد، انا عندي حيازه ايراد دلوقتي في بلدي مزروع ذره. الايراد ده ممكن ياكل كام حته مواشي، ياكل كام حته غنم. فلو عندي الايراد ده يقضي مثلا راس غنم او راسين، انا ممكن لو معيش فلوس ومعايا الايراد ده ممكن اشوف حد من اخواتي عنده مثلا لما اخذ راس مواشي واخدها واعلفها من الايراد ده، او من الايرادين، او من اي عدد على حسب المساحه اللي عندي، ويبقى انا ببيع محصولي وفي نفس الوقت اشترك في الايه، في قطعه الغنم او المواشي اللي انا واخدها من اخويا، لان معروف اللي بيشارك بياخد النص. فتخيل تملك ارض وتملك كمان ثروه حيوانيه. فقلنا دي الطريقه عشان العدد الكبير اللي متقدم ان احنا نقسم عليهم الارض بالطريقه دي. طبعا هتشوفوا دلوقتي اعضاء مجلس الاداره وهشرح لكم كل واحد فكره وامله ايه لاولاده. دلوقتي ربنا من عليه وخد الارض والحلم بقى حقيقه، وكمان دلوقتي بيبنوا بيوت لاولادهم عشان يقعدوا فيها. وكنت انا ناوي ان انا اعمل حته حمام سباحه في البيوت اللي هي الاوض دي نقعد فيه احنا ومثلا والجيراننا كلهم، يبقى عيالنا ينبسطوا ويتفسحوا فيه. طالما الارض خلصت نبدا بقى المشروعات بقى. ازاي المكان يتطور، يبقى فيه كافيتيريا، لان ده هيبقى طريق دولي هيبقى عليه اكل وشرب طبعا وناس كتير بيمشي عليه. فقلنا الكافيتيريا دي يبقى فيها من انتاج الارض اكل وشرب، اللي يحود يخش الارض ويشوف الجنه اللي ربنا اداها لنا سبحانه وتعالى وياكل من الكافيتريات اللي في القريه اللي احنا بنيناها. كمان ممكن نقعد على حمام السباحه احنا واولادنا. منتجع ومجتمع جميل للناس اللي جمدت قلبها وبدات. حتى اللي هو كان عنده سلبيه وتخاذل وخاف او اتردد، لما يجي يشوف كده يبقى عنده احساس بالندم انه اتاخر. فبعد كده لما جيله فرصه تانية هيجمع اخواته ويبتدي يتحرك ويعمل نفس الفكره يطبقها. ليه؟ لان بقت على ارض الواقع حقيقه. فخلاص ليه السلبيه؟ ليه ان انا اضيع مثلا حاجه فيها مستقبل لعيالي؟ كل الناس اللي دخلت في مشاريع دلوقتي مثلا غير الارض تعتبر خسرت، لان معظم المشاريع واقفه والمكاسب مفيش. فخدت الارض، لو انا هكسب منها ملاليم يعني مش هتغطيني مصاريف، سعرها بيتضاعف وبيزيد، وكل يوم بيعدي عليها سعرها بيعلى،
وكل يوم وكل حته وشبر فيها بيبقى ملك لاولادي. ممكن ابني يبني بيت. النهارده بيبقى حلم واحد ان يشتري شقه لابنه او ياجرها له او يبني له شقه. ما بالك لو بنيت بيت لعيالك كلهم وبقى عندهم حته ارض وبقى عندهم مشروعات، بقيت صاحب ملك زي اللي عنده حيازه زمان، اللي كان الباشا بتاع الارياف اللي لما يروح لاي حد يخطب يناسبه. ليه؟ لان عنده حيازه وملك. بني ادم بيقولوا عليه ليه قيمه لانه عمل حاجه لعياله او ابوه عمل له حاجه. ناس كتير سابت عيالها وسابت نفسها السلبيه والانهزاميه تهزمها وتخليها كما كنت، بل على العكس عايشه بتاكل وبتشرب بس. وتيجي في الاخره، يعني زمان كنا نسمع ان فلان ده من 10 سنين الشجره دي مثلا جوافه ولا بلح ولا كده، الناس بتاكل منه، هو اصلا ابوه عاملها ثواب. تخيل ثواب وهو ميت بيروح له كل يوم. كل اللي بياكل منها، كل طير، كل حيوان بياكل منها بياخد ثوابه. نسينا حكايه احنا الصدقه الجاريه دي والثواب. عشان كده لما بدانا ارضنا قلنا العشر وقف لله، عشان اللي بيبقى بيعمل دنيا واخره، لان الدنيا دي اصلا كلها هتنتهي ومش هيخش ولا يقعد معاك غير العمل. فتخيل لما الدنيا يتبعت لك منها رصيد لاخرتك، تبقى نجحت ولا فشلت؟ ده انت حتى لو الارض سعرها زاد لعيالك مستقبليا، لكن الصدقه اللي هتعملها هي اللي هتعودك لاخرتك. الناس دي نجحت في ده الحمد لله. وده لو رحتوا الارض وشفتوا النخل اللي حوالين الاحواض، لو شفتوا الشجر اللي مزروع الجوافه والكلام ده كله في بطول الارض، تعالوا اتفرجوا بعد سنه ولا 2 والارض مليانه ثروه حيوانيه ومليانه اغنام وخير بيطلع منها وفلوس وثواب، وابنك يروح رايح ملكه. زمان كنا نسمع الناس يقول لك انا رايح العزبه، كانت ناس تتعدى على الصوابع اللي بتقول الكلام ده. دلوقتي ابسط الناس ممكن تقول الكلمه دي. لو واحد واخد فدان، نص فدان، ربع فدان، رايح ملكه، ليه ملك في بلده، ليه مصدر دخل وحاجه عنده امل ان سعرها يزيد اضعاف اضعاف كل يوم، ويقول انا عملت حاجه لعيالي، وكمان يقول عملت حاجه لاخرتي. دول اللي عنده المساحه اللي باقيه بقى، هم دول الفايزين اللي احنا هنختارهم وبعنايه ان شاء الله. الناس اللي هتتصل بينا تتصل طول الاسبوع، مش شرط يوم الحلقه، لان طول الاسبوع عندك مساحه اكبر انك تتصل. واللي هيتصل اكتر من مره ويستفسر هنستبعده، هو اتصال واحد بس يسيب بياناتك، لان بيبقى عندنا ضغط اتصالات والمساحه اللي باقيه قليله. استعين بالله واستخير ان شاء الله، وربنا يجعلكم ان شاء الله من المجموعه اللي هتتبقى معانا في ارض الفيوم وفي ارض العياط. نسال الله التوفيق والسداد. تعالوا نشوف التقرير نرجع تاني ان شاء الله. السلام عليكم. استاذ علاء المصري مع حضراتكم، عضو مجلس الاداره وبنشرف على الارض. والحمد لله الشيخ ايهاب وعد فاوفى، والحيازه وصلت بالحمد لله رب العالمين، واحنا يعني بنتفائل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اخذت ارض عند استاذ ايهاب، وكان طبعا عرفت عن طريق ناس يعني زكوه عندنا وكده والحمد لله طلع انسان محترم خاف ربنا، وربنا يبارك فيه وفي اولاده. والارض ان شاء الله يعني زرعت اسمي محمود فتحي الشامي من المحله الكبرى. الشركه وعدتنا فاوفت بوعدها، وبفضل الله دلوقتي زارعين بصل، والبصل ما شاء الله يعني انتاجه مستواه كويس. والحمد لله يعني دلوقتي وصلنا لمرحله جميله، يعني ان احنا في حيازه حصلوا عليها، فالحيازه دي بالنسبه لنا يعني مرحله جميله جدا. سعد امين المبيض من المحله الكبرى قريه سندسيس، متعاقد على نص فدان، وان شاء الله هتتزرع لوبيا، وان شاء الله يعني واخدها علشان تبقى بعد ربنا مساعده، لان انا عندي 5 اولاد، وان شاء الله يكون عون لنا ان شاء الله. اسمي شعبان علي عطيه، محافظه الجيزه، مدينه قصيم. انا جيت اتعاقدت مع الاستاذ ايهاب من سنه وعلى الارض واستلمتها، ودلوقتي الارض مزروعه رمان ومزروعه بصل، وان شاء الله باذن الله يعني ناوي ان انا اعمل فيها بيت واعمل فيها يعني مشروع خاص. انا استلمت ارضي اليوم، واللي انا كنت متخيله لقيت افضل منه. احنا تعاقدنا مع الشيخ ايهاب على حته الارض دي والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشرف محمود، استلمت ارضي في المرحله الاولى. مشروعات الثروه الحيوانيه، وهنبدا فيها بمشروع سهم الاغنام. فاضل شهور على العيد الاضحى،
بتلاقي ان عندك اضحيه ما شاء الله سعرها اكتر كتير من اللي انت هتكلفه، يا اما لو بعتها هتكسب فيها وفلوسك ترجع لك ويبقى عندك لحمه العيد من الفرق المكسب ده لو بسهم واحد، ما بالك لو عدد من الاسهم. ده البيت بتاعنا ان شاء الله، اول بيت. وده الدكتوره ايناس، بيت الدكتوره ايناس، وده بيت الدكتوره حنان، ودي اداره الجمعيه. دي الجمعيه اللي هتدير الارض. دي ارضنا، عرض ارضنا اهي ماشي. دي بدايه الارض، شوف على الاسفلت عامل زي الارض، حته واحده مسطره. ودي بوابه الشركه الكويتيه اللي قصادنا اللي احنا واخدين منها الميه. يعني على اليمين الشركه الكويتيه، شوف الارض الزرع فيها عامل ازاي، وشوف احنا ارضنا عامل ازاي. دي ارض شركه كويتيه على اليمين اهي، دي ارضها اللي احنا واخدين موصلين منها الميه. واحنا ارضنا على الشمال اهي، بص ارضنا حته واحده ازاي، ارضنا مسطره. حتى ادي اتجاه الارض بتاعتنا احنا اهي، دي ارضنا احنا اللي على الشمال، وارض الشركه الكويتيه على اليمين، واحنا على الاسفلت. يفصل ما بيننا وما بينها الاسفلت. والترعه الجزويه قصاد مننا 3 كيلو. الترعه الجزويه اللي احنا واخدين منها الميه، شايفين ارضنا عامله ازاي، مسطره حته واحده. التبه العاليه دي اخر الارض بتاعتنا. التبه العاليه دي نهايه الارض، يعني الارض مسطره، يعني يعتبر التبه العاليه دي مصد حتى للرياح عن الزرع بتاعنا. اولنا الاسفلت، واجهه ارضنا احنا 500 متر وشويه، والدخله جوه كيلو وشويه. ربنا يجعلها مشروع خير ان شاء الله. ده خط الميه، شايفين الحفر ده كله بتاع خط الميه، ده خط الميه بتاعنا ان شاء الله. ده كل ده خط الميه اللي اتعمل، كل ده مردوم، اتعمل خطين ميه من فضل الله. كل الردم ده بتاع خط الميه. على يمينك الارض بقى هتبقى على يميننا بقى كده. ادي بدايه خط الميه اهو، وادي الدخله بتاعته كده. ارضنا بقى تبدا ارضنا احنا، شوف مستويه ازاي ماشي. ارضنا احنا كل الخط الميه ده اللي ماشي قدام الخضره ده بتاعنا احنا، ده خطنا ماشي. ده خط الميه بتاعنا، شوف الشغل اللي خلص فيه قد ايه، مسافه كبيره ما شاء الله. ايوه النخله دي نهايه الخط. عندي النخله نهايه الخط ده ماشي. ده نهايه الخط بدايه الخط بتاعنا مش كده، والاسفلت اهو. الارض بقى اللي على اليمين، حول الكاميرا بقى على اليمين كده، صور الارض بقى بتاعتنا. ارضنا تبدا من على اليمين بقى، دي ارضنا احنا بقى اللي على اليمين دي، مستويه حته واحده لحد التبه العاليه. دي ارضنا، يعني ارضنا تبدا من الاسفلت لحد التبه العاليه دي. دي اخر الارض، ارض كلها حته واحده مسطره، كلها متسويه حته واحده. دي الارض بتاعتنا احنا لحد التبه اللي عليها بتاعتنا كده بقى ارضنا احنا. وده الطريق بتاع دخلة الارض من هنا، اخرنا احنا هنا ماشي. ده مع ارض دي الاستاذ رأفت وبدر مش كده ماشي. هنلف بقى من هنا، دي ارضنا احنا مستويه حته واحده. عرض كيلو، كل الارض كلها عرض كيلو وشويه، في عمق كيلو وشويه، يعني 1000 متر لحد التبه العاليه. دي ارضنا اخر ارضنا. يعني شو الارض من الاسفلت عامله قد ايه، مسافه قد ايه، حته مربعه على الاسفلت، وكلها حته واحده ومستويه. طبعا احنا مش نوصل الارض خط ميه واحد، لا خطين، وادي واقف عليها برجليهم 8 بوصه اهم، خطين ما شاء الله جامدين. وادي الاسفلت قدامنا اهو على الارض بتاعتنا ان شاء الله. ادي الارض بتاعت العياط، ادي خطين الميه اهم. وهنطلع نبص نشوف الاسفلت على الميه قد ايه. ادي كميه الاسفلت عشان تبقوا عارفين اهي، شوفوا لحد خط قد ايه الاسفلت اهو. ما بين الخط والاسفلت 10 متر، وبعدها تعمل الحواض. ربنا يجعله مشروع مبارك ان شاء الله يا رب. يعني الترعه الجزويه الرئيسيه 3 كيلو، طريق اسيوط الغرب 12 كيلو، يعني انت خطوتين جنب النيل. وارض مباني اهي، شوف المباني عامله ازاي، شوف دنيا عمار. الارض السمراء اهي جنب منك. الرمايه لحد الدخله دي 55. بص شايفين الارض فين؟ ادي الارض السمراء اهي قدامك اهي، مكان عمار. يعني يعتبر انت جنب النيل، خطوتين 3 كيلو، 3 الجزويه ما شاء الله. يعني انت في قلب مصر، في قلب الجيزه ان شاء الله خير. ربنا يجعله مشروع مبارك ان شاء الله. ان شاء الله الكلام ده كان بالنسبه لارض الفيوم.
بالنسبه لارض العياط طبعا احنا زي ما خدنا مساحه للشركه عندنا في الفيوم خاصه بينا احنا طبعا، لان طبعا بحب الخير للناس ولنفسي. برضه العياط نفس الطريقه، فالمساحه اللي بقى هي في العياط مساحه بسيطه. فطبعا قبل خط الميه ما يوصل وقبل اي حاجه واحنا بنعلن عن ارض الفيوم، لنا ناس متعاقده في ارض الفيوم خدت في ارض العياط، فطبعا ناس يعني الحمد لله يعني اخواتك وبيثقوا فيك، فالحمد لله ربنا ما خذلناش وعملنا لهم ايه المساحه بتاعتهم، فاتبقت مساحه صغيره. فوجئنا ان العياط عددك منها في محافظه الجيزه فطلب عليها كتير، ولقينا ان محافظه الجيزه الناس كلها بتحب الارض وما بيحبش يخرج بره بلده، فقلنا ماشي. فلقينا العدد اللي متقدم كتير والمساحه قليله، فقلنا هنعمل فكره اللي هي 6 قراريط. يعني ازاي؟ انت تاخد 5 قراريط مثلا زراعه ولا يكون مزرعه مثلا وقرات مباني، يبقى عندك زي مثلا زي بيت او بيت ريفي وارض بتجيب بتعملها مزرعه او بتعمل لك مصدر دخل. ده بالنسبه للشباب والبسطاء، واللي عايز بقى مساحه فدان او 2 او 3 او كلام من ده يعمل مشاريع او زراعه مفيش مشكله. لكن ان شاء الله لما تتصلوا بينا على ارض العياط اتصلوا ان شاء الله، واحنا هنعمل زي ايه مجلس الاداره اللي في الفيوم والمجموعه اللي خدت في العياط هم اللي هيختاروا الناس اللي هتشترك في الارض الجديده، مش احنا، لان هم هيبقوا جيراننا، فاحنا بندور على الجار زي ما قلنا قبل الدار. فهنختار مجموعه تكون متميزه عشان هي اللي تقعد في الارض. طبعا انا اسف ان بعمل كده، لكن كان في الاول قدامكم فتره كبيره، بقالنا فتره كبيره بنعلن عن المشروع بتاعنا، وناس استلمت عندنا في المشروع العالمين وخلص، وبعد كده ناس استلمت في المشروع للمنيا وخلص، ودلوقتي اخر مشروع لينا، وان شاء الله ده يبقى حسن الختام. مش ان شاء الله كفايه نبتدي ننتبه المشاريع دي بقى بتاعتنا، مشروع الفيوم والعياط، ويتحول لمنتجع، يعني المكان يتطور ويبقى فيه ثروه حيوانيه، يبقى مشروع متكامل. حاجه اسمها الاقتصاد القومي الزراعي، ازاي يبقى مصدر دخلك واقتصادك مبني على الزراعه ويتصنع منه لحد ما كل واحد فينا يبقى مش محتاج انه يخرج بره ارضه، مصدر دخله ومكسبه من ارضه ومن مشروعه، مش ملوش دعوه بالبلد بره. اقتصاد راح جه نزل طلع مش قضيته. انا كده كده الناس ما بتستغناش على الاكل والشرب، واصلا الارض سعرها في الطالع، والحاجات اللي هي الثروه الحيوانيه دي سعرها دايما في زياده، كل حاجه زياده يزيد معاها ما بتخسرش. فانا خليني في المضمون. الحاجه الثانيه عنده العشر واقفه، او ما طلع العشر ده ونجمعه ونحطه في خير. ناس كتيره محتاجه وظروفها صعبه، لو كل واحد فينا طلع العشر من ارضه ومن خيره للناس بنيه الرحمه والصدقه وان ربنا يبارك، هتلاقي ارضك هتبقى منجم خير، وهتلاقي عيالك وعيال عيالك يفضلوا يدعوا لك، لانك عملت اللي الاف وملايين كتير فشلوا فيه، اللي ابهات وامهات من سنين طويله ما عملوش كده. عيالهم كانوا بيدعوا لهم لانهم ربوهم، لكن ما عرفوش يخلوهم اصحاب ملك ببلدهم ان يبقى له ارض. في الارياف اللي بيبقى عنده فدان او 2 بيبقى ماشي فخور وبيحط نفسه قدام اي حد ويطلب يناسبه، والتاني بيبقى فخور وفرحان بيه. ليه؟ بيقول لك عنده حيازه صاحب ملك. دلوقتي ناس كتير كانت نفسيتها تعبانه عشان الموضوع ده، دلوقتي بابسط التكاليف، يعني لو معاك 1000 جنيه وشويه ممكن تملك قراط في مثلا مصدر دخل وعلف مثلا لثروه حيوانيه، وتشارك 1 و2 في ثروه حيوانيه، يبقى ليك النص معاهم. بايه؟ بقراط خير او اكتر قراريط. هم دول اللي هيبقوا معانا الفتره اللي جايه. بعد كده اما نخلص الارض ان شاء الله المساحه اللي باقيه البسيطه دي هنا وهنا، نبتدي بقى ننتبه للمشروعات. ازاي المكان ده يبقى فيه ملاعب، ازاي يبقى فيه حمام سباحه، مكان جميل تحب تقعد فيه زي الناس الاغنياء اللي عايشين في المنتجعات. احلام البسطاء وتبقى زي حلم الاغنياء وتتحقق. كل ده بالاستعانه بالله وببعض المجهود والفكر، ربنا بيبارك. واهم حاجه النيه، انها تبقى دنيا واخره. هنتظر ان شاء الله اتصالاتكم عشان تسيبوا بينكم، وان شاء الله اعضاء مجلس الاداره اللي انتم شفتوهم هم اللي هيختاروا المجموعه اللي هتقعد الباقيه اللي في العياط واللي في الفيوم. والنموذج ده هنصوره لكل اللي عايز يعمله ويقلده وينفذه. نفذ بنفس الفكر، هتلاقي لو ده اتعمم في بلدنا هنبقى اجمل واغنى واحسن بلد في الدنيا، ومحدش فينا هيبقى محتاج، وان شاء الله ما يبقاش فيه فقير، وكل الناس تبقى مستغنيه وغنيه بالله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها